أهلا البنات، وش راكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناة تاعي. كيما راكم تشوفوا دائما مع الوصفات السهلة السريعة والاقتصادية، وحبيت اليوم بارطاجي معكم هذه التحلية اللي متكونة من 3 طبقات، وكل طبقة تختلف عن الأخرى، وفيها كل طبقة فيها مكون يخليها تجي أبن من الطبقة اللي أقبلها. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، بما انه وصفاتي قلت لكم سهله وسريعه واقتصاديه. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتنال اعجابكم. اول حاجه درتها اللي هي درت لاجينواز اللي تعودتوا عليها في لون مقاهي اللي كنت درتها ودائما نعتمدها في تحليات تاعي. درت 2 حبات تاع البيض، قرصه تاع الملح، كاس الا ربع تاع السكر، ونخفق مليح هذاك الخليط حتى يبيض، باش نزيد كاس الا ربع تاع الزيت ونكمل الخفق. من بعد ندير كاس الا ربع تاع الحليب ونخلط، وندير كاس تاع الفرينه زائد مغرف معمره تاع الفرينه، مغرف تاع لافاني، وكيس تخمير الحلويات. ومن بعد نخلط كامل ذاك الخليط ونديرها في البلا تاعي اللي درتو انا 50 على 45، البلا الكبير اللي يدخل للفور. فرشت له بابي كويسون ودفرت كامل الخليط هذا. انا هنا المكونات اللي حنعطيهم لكم تاع البلا اللي 50 على 45، لكن حخلي لكم ان شاء الله في اسفل الفيديو ولا في صندوق الوصف مقادير تاع سنيوه تاع 30 على 25، السنيوه الصغيره اللي تحب تجرب الوصفه نخليها لك في صندوق الوصف. بعدها درت الطيب لاجينواز تاعي وجيت نخدم الطبقه الاولى. شوفوا الطبقه الاولى كي تنحوا لاجينواز وتبرد تخلوها تبرد، كي طيب تخلوها تبرد تجو نخدموا الطبقه الاولى. الطبقه الاولى درت فيها ريت 3 الحليب، ودرت لها 2 مغارف تاع السكر وزوج مغارف تاع كاكاو وزوج مغارف تاع لا مايزينا. نخلط كامل هذاك الخليط بارد في بارد ونحطه على النار. كي يعقد هذاك الخليط تاعي نضيف له هذا المكون اللي قلت لكم عليه، يعطي لها بنه وتميز، وثاني يعزز النكهه تاع الشوكولا اللي هي فلون. انا درت هنايا دانيت تاع الشوكولا باش يعطي لها ذاك الذوق الرائع تاع الدانيت، تجي رائحه تجي ذوق الدانيت. ومن بعد نحرك مليح كيما شفتوا، يعني تخرج لها شويه تاع البروده، ونديرها فوق الطبقه تاعي تاع لاجينوز اللي لازم تكون بارده. يعني الطبقه تاع لاجينوز ما شربتهاش، تخليها تبرد تماما وديري هذيك الطبقه مباشره من الفوق. ومن بعد درتها في الثلاجه، لازم تبرد لي الطبقه الاولى. نجي نقدم الطبقه الثانيه اللي درت فيها لتر تاع الحليب كيما الاولى، 2 مغارف تاع السكر و2 مغارف تاع لا مايزينا فقط، ورحت درتها على النار حتى عقدت لي تماما. هنا واش نضيف لها؟ ضفت لها 2 علب تاع ياغوت يكون ذوق لافاني، ذوق الفانيلا. الا درتو شوفوا تقدروا ديروا هنايا فلون بذوق الكراميل، ديروا معها الفلون ولا الياغوت تاع ذوق الكراميل. نحرك مليح حتى يندمج هذاك الخليط تاع لافاني الياغوت لداخل هذاك الفلون تاعي مليح باش يعطيني هذيك النكهه تاع لافاني. يبرد شويه فقط الخليط، شوفوا هنا راني نحرك ومامطو باش تبرد لي تاني كي يدخلوا المكونات وتبرد شويه. جبت البلا تاعي اللي كان برد تماما ودرت له هذيك الطبقه من الفوق. كي نخلي هذيك شوفوا الطبقه الاولى والثانيه نخليهم في الثلاجه يبردوا باش نجي نخدم هذيك الطبقه الثالثه. نحكي لكم على الطبقه الثالثه اللي كنت درتها ديكوجال صنع منزلي، كنتو حوستوا عليه وكنتو بزاف بعثتوا لي خاصه في التيك توك كيفاش نخدم ديكوجال صنع منزلي اللي درتو في فلون مقاهي. انا كنت شريته، لكن انا كان عندي هنا في الدار موجود، لكن حبيت ندير الطبقه هذه ونصنع الديكوجال في المنزل باش تشوفوا كيفاش خدمته. درت كاس تاع كيفاش نخدمه، يعني باش تدوا الوصفه. درت كاس تاع الماء ودرت مغرف تاع لا مايزينا وكاس نص كاس تاع السكر، يعني كاس عفوا 3 مغارف تاع السكر، يعني تقريبا نص كاس، يعني انتي تكيلي 3 مغارف تاع السكر هكا باش نكونوا متفاهمين على المقادير. ومن بعد نبدا نحرك مليح بارد في بارد، ومن بعد نحطها على النار. ودرت عطر الكراميل اللي لازم باش يعطيك هذا اللون ويعطي لك النكهه تاع الكراميل. ومن بعد جيت انا فرغتها كامل هنايا فوق هذاك البلان تاعي. شوفوا هنايا صعبت لي شويه باسكو كانت الطبقه تاعي كانت جامده، الطبقه تاع الفلو كانت بردت تماما، وكي تفرغيها ديكوجا صعيب تجيك، لازم يدك تكون خفيفه وعندك سباتولا باش تقدري تفرديها مباشره. صافي لازم تكون يدك خفيفه بالبزاف. انا هنا شويه توسط لي، ولكن الحمد لله النتيجه رائعه جدا. هذه هي النتيجه اللي تعطيها لك ب3 طبقات رائعه جدا وتجيكم بنينه. بما انه رانا في شهر رمضان الكريم درتها تحليه سواء للسحور ولا للفطور. عجبتكم الوصفه خلوا لي تعليقاتكم، بارطاجيو الوصفه مع اصحابكم.